انا بنت سني 38 سنه، وزي كتير من البنات اللي نفسها تعمل بيت واسره في اطار شرعي ومحترم، وللاسف اتعرض عليا فكره ان اخش على صفحات الجواز علشان انا سن كبير، وفعلا عملت كده. وكل شويه كان حد يكلمني ويطلع مش مناسب، بس مش دي المشكله. لكن المشكله ان في واحد كان مناسب جدا، واول كلمه قالها لي: اقسم بالله اني هتقي الله فيكي وعاملك بما يرضي الله، وانا حافظ كتاب الله وحجيت واعتمرت كذا مره. ومن الطبيعي ان ده شخص اي بنت تطمن له لما يذكر ويقسم بالله على حسن نيته، وقال لي من دلوقتي ندي فرصه ونتعرف ببعض، بس في شرط اني مش هقدر اتقدم لك غير بعد شهر، وانه مستني ترقيه مهمه جدا ومش هيعرف ياخد اجازه ويجي يتقدم، وانه مهندس طيران وموقع حساس. قلت له طيب مفيش مشكله، في كل الاحوال شهر ده وقت مناسب للتعارف والخطوبه. قلت له طب فين رقمك؟ قال لي معيش، اقسم بالله انا قافله من نص شهر 6 عشان المراقبات والموقع الحساس اللي هو فيه في شغل. وطبعا صدق. وبالمناسبه هو كان في الدقيقه ويقسم بالله 10 مرات في كل حاجه حرفيا. اتكلمنا في الترتيبات والجواز، وقبل كل ده بعت لي صور كتير ليه، بعت لي صور بنت على انها وتفاصيل كتير قوي مستحيل واحده ما تصدقهاش، وبرضه بالاخص انه بيقسم بالله العظيم. المهم بقى بدا يطلب مني صور ليا بشعري وصور بلبس البيت، طب نتكلم فيديو، طب يحاول يتكلم في كلام مش محترم على اعتبار انه بيحبني، وانه ارمل بقاله سنه ومراته وبنته ماتوا في حادثه، وانه مش قادر ودخل في حاله نفسيه بس ما كنتش بسمع كلامه، وده خلاه يقلب عليا، وكل يوم خناق لنفس الاسباب، لحد ما زهق مني وقال لي هعاقبك ومش هكلمك لحد يوم الجمعه. وكان متوقع ان هنهار، بس الحمد لله ربنا ثبتني. قلت له براحتك. وكانت الصدمه الكبرى بحكي لصاحبتي، قالت لي هات الصور بتاعته ونعمل عليها سيرش على جوجل ونشوف قافل الاكونت بتاعه فعلا ولا لا. وعملت كده، واكتشفت انه باعت لي الصور بتاعت شخص تاني خالص باسم ووظيفه تانيين، وللاسف الشخص صاحب الصور فاتح بروفايل واي حد يقدر يدخل يشوفها وينزل الصور دي، والشخص النصاب ده استخدمها. ومش كده وبس، ده كمان بعت لي صور شخص تاني وعاوز عروسه من طرف على اساس انه ابن خالته، وطلع هو نفس الشخص برضه، يعني عايز يستعملني ان اجيب له بنات كمان. طب وانا ليه بحكي القصه دي؟ اولا عشان البنات تاخد بالها وتاخد حذرها كويس جدا، وثانيا عشان الناس اللي بتحط صورها على الفيس ومفتوحه للعام كده تاخد بالها وتعرف قد ايه ممكن تتاذي وتاذي غيرها.